السلام عليكم اخواني الكرام. حكينا بالفيديو السابق بشكل مفصل عن طريقة الحصول على كرت اكس اس لسحب ارباحك من التداول. وبهالفيديو شباب رح نحكي عن تجربة حقيقية عن سحب ارباح التداول من كرت اكس اس من اي صراف بالعالم. نحن هلا حاليا بتركيا رح نجرب كيف نسحب ارباحنا من صراف بنك الكويت ترك مثلا. خلونا ننزل على السوق ونشوف كيف فينا نسحب الأموال. أتمنى شباب قبل ما نبلش بهذا الفيديو تدعموني بالإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. خلونا نبدأ على بركة الله، فلنبدأ سويا. إذا شباب أنا سحبت من أرباح التداول تبعي $20 وشوي تقريبا. خلونا نشوف قديش رح أقدر أسحبهم من الصراف. إذا حاليا شباب أنا عند صراف الكويت ترك، رح أحط كرت الإكس إس. رح نشوف قديش فيني اسحب. اذا راح اختار هلا شباب اللغه العربيه، اذا يدعم اللغه العربيه بضغط على استمرار. هلا عم يطلب مني الرقم السري للمعاملات يعني او للكرت، بحطه وبضغط على المتابعه. اذا عندي هون شباب خيار السحب، بضغط عليه. اذا عم يقول لي ما فينك تسحب اكثر من 5000 ليره باليوم. طيب خليني اجرب اسحب 500. ايوه عم يقول لي شفرة الكرت خاطئة، يبدو انه في شفرة المعاملات وشفرة للكرت. طيب خلونا نرجع الى برنامج الاكس اس كورد ونسجل دخول. هلا هون شباب بضغط على كرت الاكس اس مشان ادخل على الاعدادات. هلا هون شباب بضغط على عرض الرمز السري. هلا هون شباب بنحط كلمة مرور المعاملات مكونة من 4 ارقام اللي انشأناها بالفيديو السابق. انا كنت مفكرة ايضا بتنفع للكرت، ولكن طلعت في كلمة سر خاصة بالكرت. هلا عم يطلب مني رقم السي في في او رقم الامان الموجود على ظهر كرت الاكس اس مكون من 3 ارقام. بحطه وبضغط على تأكيد. اذا هلا شباب اعطاني شفرة الكرت يلي لازم استخدمها عند الصراف. طيب خلوني ارجع الى الصراف الان. اذا هلا عم حط الشفرة اللي اخذتها من التطبيق. هلا بضغط على السحب. راح نجرب نسحب 500 ليرة. عم يقول لي بدك وصل، ايه ليش لا، نضغط على نعم. اذا هلا بلشت العداده شباب تعدل لي المصاري. عم لي خذ كرتك اول شيء، وهي شباب المصاري طلعت من نافذه التقديم. وما بننسى ناخذ الفيش شباب، يعني مشان التاكد من عمليات السحب والايداع. طيب شباب خلونا نرجع الى برنامج الاكس اس ونشوف قديش بقي معي. اذا كان معي شباب $20 وشوي، هلا بقيان معي $2.13 تقريبا. راح اضغط على اخر الحركات. اذا شباب حسب لي ال 500 ليرة تقريبا $14.25. يعني اذا بدنا نحسبهم على الآلة الحاسبة ال 500 تقسيم $14.25، يعني حسب لي الدولار ب 35 وشوي. طبعا سعر الدولار اليوم تقريبا شي 36، يعني اخذت تقريبا شي فرق ليرة على الدولار الواحد. طيب خلوني كمان نشوف شوية تفاصيل يا ترى قديش اخذ عمولة. اذا راح ارفع الصفحة الى الاعلى. اذا شباب انا كان معي بالرصيد $20 وشوي، اجريت عملية سحب، اخذ عمولة $4. هو المبلغ كبير على $20، اما اذا كان على كل المبالغ العمولة ثابتة بيكون الامور كويسة. اذا بقيان 16.38، سحبت منهم 500 ليرة بمقدار $14.25. اذا المتبقي شباب في رصيدي $2.13. إذا هيك شباب نكون أخذنا فكرة عن طريقة سحب الأموال من حساب التداول إلى حساب إكس إس كارد وسحبه من أي صراف في العالم. بتمنى يكون هذا الفيديو نال إعجابكم، واللي عنده شباب أي سؤال أو استفسار رجاء نحط لي بالتعليقات وأنا بجاوب على كل الأسئلة. وبالنهاية تقبلوا تحيات أخوكم أبو عمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.